عندما أراد الرئيس روزفلت أن يزيد في تكريم تشرشل فأسكنوا عنده في البيت الأبيض بدل ما يسكن في بيت الضيافة بلير هاوس. وفي إحدى الليالي أراد روزفلت أن يزور تشرشل في غرفته، فدخل عليه في الغرفة وهو على الكرسي المتحرك، فوجد تشرشل كما خلقته أمه، عريان تماما. فأراد روزفلت أن ينسحب طبعا خجلا من الموقع والموقف اللي هو فيه، وإنما استوقفوا تشرشل وقال له: يا فخامة الرئيس، رئيس وزراء بريطانيا ليس لديه ما يخفيه عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. فأبلغت كونداليزا رايس بأنه إن شاء الله تكون علاقتنا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على نفس المنوال، أنه ليس هناك ما نخفيه عن بعض، لكن وعدتها أن لا أجي أحضر للوزارة وأنا كما خلقتني أمي.